لماذا أغلق زياش هاتفه في وجه تشيلسي بعد مباراة بلجيكا؟ وناديه الجديد تواصل معه في ملعب الثمامة. تعج مدرجات ملاعب كأس العالم بأهم الكشافين على مستوى العالم لأعتى الأندية الأوروبية، واليوم اتفق من حضر منهم لمشاهدة مباراة المغرب ضد بلجيكا على أن جناح تشيلسي حكيم زياش يستحق مكانا ووضعا أفضل مما هو عليه الآن. وبالفعل اتخذ فريق عملاق قراره النهائي بضمه في يناير عقب انتهاء بطولة كأس العالم. فما هو هذا الفريق يا ترى؟ وما قصة رسالة غراهام بوتر للنجم المغربي بعد تألقه ضد بلجيكا؟ استحق حكيم زياش الخروج بجائزة رجل المباراة من لقاء لعب فيه نجوم بحجم تيبو كورتوا وكيفن دي بروين وإيدن هازارد، ليثبت للمباراة الثانية على التوالي أنه سيلعب بطولة للتاريخ تجعل نادي تشيلسي يعد أصابع الندم على تهميش أسد الأطلس طوال تلك السنوات. هذا اللاعب الذي يمتلك بداخله العزيمة والإصرار ليقود منتخب بلده لمجابهة الكبار، فنسخة زياش المونديالية مغايرة تماما لما يظهر به مع البلوز، لتتأكد المقولة التي تقول إن المشكلة تكمن في طريقة لعب النادي اللندني. فالنجم المغربي أجاد ضد بلجيكا الدورين الهجومي والدفاعي، وأحبط خطورة الثنائي هازارد، ثم سجل هدفا تم إلغاؤه وصنع الضربة القاضية لزكريا أبو خلال، ليقدم بذلك الفتى المغربي مباراة ستبقى في مسيرته إلى الأبد رد بها على كل من اتهمه بضعف اللياقة البدنية وعدم القدرة على اللعب في المستوى الأول. ليكون كأس العالم الحالي بقطر بوابة لحكيم زياش من أجل عرض إمكانياته والترويج لها قبل الانتقال إلى فريق جديد في سوق الانتقالات الشتوي. وهذا الفريق الذي تحدثت عنه الأخبار هو نادي ميلان الذي سرعان ما عجل بالتفاوض مع تشيلسي من أجل ضم صاحب 30 عاما بعد شهور من متابعته ومراقبته في مبارياته القليلة بل النادرة هذا الموسم. وكانت مباراتين فقط مع المنتخب المغربي كفيلتين بتحسين صورته أمام مسؤولي روزنيري، ومن المتوقع أن رسالة التهنئة التي أرسلها له مدربه في تشيلسي غراهام بوتر عقب المباراة لن تشفع من أجل تغيير قناعاته، بعدما كان يرجوه في فرصة أخيرة قبل كأس العالم للحصول على دقائق مع النادي اللندني لتحسين وضعيته البدنية والذهنية، ولكن مدرب برايتون السابق لم يمنحه إياها، واستمر في عناده بالدفع بكل العناصر الممكنة في قائمته باستثناء حكيم زياش. والآن بات يخطب وده ويحاول إثناءه عن الرحيل، ولكن الأسد أصبح في موقف قوة